السلام عليكم. احنا النهارده شفنا افضل اداء للنادي الاهلي الموسم ده. بدانا نشوف الشخصيه والمبادره والكره الممتعه. اسم على محمد ويلا بينا. شوط اول ممتاز، ضغط ولعب وتمركز صح، وخرجنا متقدمين بهدف عن طريق بن شرقي. وشوط تاني كان اقل من الشوط الاول شويه علشان نادي الزمالك مسك كوره على فترات، وده بسبب ان الفريق ككل لسه مش احسن حاجه، وكمان عدم اكتمال لياقه اللاعبين. النهارده تروب لعب ضغط عالي على فريق نادي الزمالك وقدر ان هو يخنقه ويقفل كل خطوطه. الضغط العالي اللي بقالنا كتير بنتكلم عليه وان الراجل كان لازم يعمله من بدري، وان سكواد الاهلي حاليا قادر ان هو يساعده في ده. وخلينا نروح لعريس الليله النهارده وافضل لاعب في المباراه زيزو. وبرغم الضغوط اللي كانت عليه النهارده خلال الماتش، زيزو دقه تمريراته وصلت ل 94% وخلق 4 فرص وعمل اسيست الهدف الاول. زيزو من بدايه الموسم عامل اداء عالمي ومؤثر في كتير قوي من ماتشات الاهلي، سواء بقى بالاهداف او الاسيستات. ومع دعم جماهير النادي الاهلي واكتساب الثقه مره ثانيه، هنشوف نسخه اعلى لزيزو من السنين اللي فاتت كمان. والنهارده بيتوج مجهوده باول بطوله ليه مع النادي الاهلي واحسن لاعب في الفرقتين كمان. اما بقى رجل البطوله ياس تروب، قبل ما نكمل، الراجل ده استلم الفريق وهو منهار بدنيا ومفيش اي اساسيات، والفريق ما كانش مستقر، وكمان ما اختارش اي لعيبه. وبرغم كل ده عمل بطوله جيده جدا. النهارده لعب ضغط عالي على نادي الزمالك واستحواذ وتكتيك وتغييرات وتبادل ما بين مراكز اللعيبه داخل الملعب، ودي حاجه اول مره نشوفها عندنا في الدوري المصري، وخاصه زيزو اللي كان حر النهارده وكان بيعمل تبادل مع وينجات الاهلي تريزيجيه وبن شرقي. كل دي حاجات خلت الزمالك حتى ما يعرفش يخرج بكوره ولو واحده، ورجحت كفه الاهلي للفوز بالبطوله. الاهلي محتاج تدعيمات كتيره، بس على وجه السرعه مدافع سوبر وباك شمال ومهاجم سوبر علشان الراجل يقدر يكمل العظمه والتكتيك اللي في دماغه. جمهور الاهلي ما كانش عنده ثقه 100% اننا ناخد البطوله في الوقت الحالي، وده بسبب حاله الفريق في الوقت الحالي. بس البطوله جت في وقتها جدا، جت علشان مجلس الاداره الجديد، جت علشان اللعيبه الجديده، وجت علشان المدرب الجديد، وجت علشان الثقه ترجع تاني للعيبه. في الاخير النادي الاهلي دايما بيكون على قد الحدث. الف مبروك للنادي الاهلي. ده كان فيديو النهارده. اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعي لاخواننا في كل مكان. صلي على حبيبك النبي. سلام.